تخيل معايا طيارة راكب فيها أكتر من 90 شخص بتطير في سماء الاتحاد السوفيتي سنة 1986. الجو عادي، الرحلة روتينية، كل الناس قاعدين في مقاعدهم مستنيين يوصلوا بالسلامة. لكن في قمرة القيادة كان في رهان مرعب هيحدد مصير كل شخص على الطيارة. رهان بين 2 طيارين، الطيار والطيار المساعد. ونتيجة الرهان ده ما كانش فلوس ولا كرامة، عشرات الأشخاص خسروا حياتهم، وكارثة هتفضل محفورة في التاريخ. تابع معايا القصة للآخر لأن دي بجد أغبى قصة ممكن تسمعها، ومش هتصدق إن في غباء ممكن يكون موجود في الناس بالشكل ده. 20 أكتوبر 1986 أقلعت رحلة إيروفلوت رقم 6502 من مطار كولتسوف الدولي في الاتحاد السوفيتي. الرحلة كانت رايحة لمطار غورزني. معلش لو نطقت أي أسماء غلط خلال الفيديو ده، مش مهم الأسماء، أهم حاجة القصة. على متن الطائرة دي كان في 94 راكب، وطاقم الطيارة الكابتن المسؤول اسمه ألكسندر كليويف ومعاه المساعد بتاعه الطيار غينادي زرنوف. هو اسمه مش بالسهولة دي، أنا قعدت ساعة أتمرن عليه عشان أعرف أقوله. ألكسندر كان طيار عنده خبرة كبيرة جدا، لكن مع الخبرة ساعات بيجي الغرور، وده كان بداية النهاية. الرحلة بدأت عادي، الطيارة ماشية في مسارها الصحيح، الأجواء والطقس مستقر، الركاب مستريحين، شوية فيهم اللي نايم وشوية فيهم اللي بيقرأ أو بيهزر مع اللي جنبه. مفيش أي حاجة توحي بالخطر أو توحي إن في شيء غير طبيعي. لكن في لحظة جنون قرر الطيار ألكسندر إنه يعمل رهان مع المساعد بتاعه. قال له بقول لك يا زرنوف، أنا أقدر أخلي الطيارة دي تهبط وأنا مغمض. زرنوف قال له يا عمي كلام. قال له طب والله لا أخلي الطيارة دي تهبط وأنا مغمض باستخدام الأجهزة بس. هو طبعا ما كانش يقصد وهو مغمض، هو كان يقصد إن هو هيغطي الازاز بتاع الطياره بحيث ان هو ما يشوفش حاجه بره الطياره، يستخدم بس الاجهزه والارقام في ان هو يهبط. تخيل مدى الغرور والتهور. يعني احنا اكتر ليفل تهور نعرفه ان يكون واحد قاعد بيفحط بالسياره ويدرفد بقى وكده، انما ده طيار مع عشرات الاشخاص. يعني هو مش بيخاطر بس بروحه، ده بيخاطر بروح عشرات الاشخاص. وبالفعل بدأوا يغطوا نوافذ الطيارة عشان يتأكدوا ان هو مش شايف اي حاجة من بره. واثناء ما الطيارة بتقرب من المطار، برج المراقبة قال لهم بوضوح الغوا الهبوط، الظروف مش مناسبة. لكن ألكسندر كان عنده رهان لازم يكسبه. تجاهل كلام برج المراقبة وكمل. الطيارة نازلة والانذارات الصوتية بتصرخ خطر خطر، قربتوا من الارض. والكسندر ما سمعش، او يمكن ما حبش يسمع، لانه كان مقتنع انه هو مسيطر على كل حاجه. الناس دي بتافور بس. ومع كل ثانيه بتعدي الطياره بتقرب اكتر من الارض. زيرنوف المساعد بتاعه بدا يحس بالخطر، ولكنه ما قدرش يكسر لحظه الصمت اللي هم عايشينها. لحظه صمت مرعبه مرت قبل الاصطدام، وبعدها كل حاجه اتدمرت. عند ارتفاع حوالي 200 قدم كانت الكارثة وشيكة. الطيارة نزلت بسرعة مش طبيعية والهبوط كان كارثي. الطيارة هبطت في المدرج واتقلبت على ظهرها، وبدأت النيران تشتعل فيها. أصوات صراخ، بكاء، ودخان كثيف في كل حتة، وفوضى في المكان كله. الركاب محبوسين وسط الحطام وبيحاولوا يهربوا من النار. بالفعل بعضهم قدر يخرج، لكن كتير ما قدروش. ما بين 94 راكب على الطيارة، 63 شخص فارقوا الحياة، و7 تانيين توفوا بعدها في المستشفى. يعني 70 شخص خسروا حياتهم بسبب رهان. طبعا بعد الكارثه دي بدأ التحقيق. الكل مستغرب ازاي ده حصل. الرحله دي كانت رحله طبيعيه جدا ما فيهاش اي مشاكل، الاجواء والطقس مستقرين. ليه الكارثه دي حصلت؟ ولما اكتشفوا بعدها الحقيقه والسبب، كانت صدمه الناس من السبب اكبر من صدمه الحادث نفسه. معقول الكارثه البشعه دي حصلت بسبب رهان تافه بين 2 طيارين؟ الكابتن الطيار الكسندر اتهموه بالاهمال الجنائي واتحكم عليه بالسجن 15 سنه، لكن هو اتحبس بس 6 سنين وبعدين طلع. اما زرنوف المساعد بتاعه، رغم انه ما حاولش يمنع الحادث، حاول انه ينقذ الركاب، ولكنه مات بعدها بسكتة قلبية. تفتكروا ازاي ممكن شخص يوصل للدرجة دي من الثقة في النفس؟ الغرور او الغباء او الاهمال. هو مش بس انه عمل رهان بيراهن بيه على حياته، لكن لا، ده راهن على ارواح ناس تانية، عشرات الاشخاص. هل ده غرور ولا قلة عقل ولا نسميه ايه بالظبط؟ ما مدى اللوم اللي يتلام على المساعد زرنوف؟ هل هو كان ضغط نفسي ولا كان لازم يتدخل بأي طريقة عشان يمنع اللي حصل؟ القصة دي مش بس عن حادثة طيارة، عن ان ازاي قرار صغير ممكن يغير مصير عشرات الاشخاص. في عالم الطيران كل ثانية وكل قرار ممكن يكون الفرق ما بين الحياة والموت.
هو بس كده تكون خلصت قصتنا والفيديو بتاعنا. لو الفيديو عجبكم اكتبوا لي في الكومنتات، ممكن نخلي دي سلسلة فيديوهات نتكلم فيها عن حوادث غريبة حصلت او عن اشخاص مختلين بيعملوا قرارات غبية اثرت على حياة البشر. اكتبوا لي في الكومنتات. وما تنساش لو الفيديو عجبك انزل تعمل اشتراك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان كل ما انزل فيديو جديد يجي لك اشعار. ويا ريت كمان تعمل لايك عشان تحمسني وتحفزني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. وقبل ما تمشي، ده الانستجرام بتاعي، بنزل هناك محتوى مختلف تماما عن اللي بعمله هنا في القناة. اتاكد انك عامل لي فولو هناك، سيب لكم اللينك تحت في اول كومنت. يب ذاتس ات، واشوفكم في حلقات قادمه. See you later.